كله يسيب اللي في ايده كده ويركز معايا. النقل والتجارة في وطننا العربي. الدرس الثالث. طيب، وسائل النقل يا أولاد من الوسائل المهمة جدا في اقتصاد أي دولة في العالم. حاجة وركيزة أساسية وهدف مهم جدا إن كل دولة في العالم يكون عندها وسائل نقل. من المهم جدا إن احنا نتعرف على إن النقل ده حاجة مهمة بالنسبة للتجارة. ما هو لو مش موجود وسائل نقل للتجارة يبقى الدولة دي ضعيفة في الاقتصاد. فلذلك كل دولة تحتاج إلى وسائل نقل وطرق للنقل والمواصلات عشان التجارة. طيب، الوطن العربي بقى ربنا ميزه بإن ليه موارد غنية وليه موقع استراتيجي جعله شريان للتجارة العالمية. لو بصينا على دول الوطن العربي سواء في أفريقيا سواء في آسيا، كل هذه الدول بتتحكم في ممرات مائية زي بحر متوسط، بحر أحمر، بحر عربي، ثم كمان خليج عربي، وكل ده بيودي إلى تجارة عالمية. طيب، فلذلك السؤال الأول بيقول دلل يعتبر النقل من أهم الوسائل الاقتصادية أو من أهم عوامل النهضة الاقتصادية. من أهم الوسائل الاقتصادية أو من أهم عوامل النهضة الاقتصادية. ليه؟ نشوف السؤال الأول. أهم وسيلة هي النقل. أهم وسيلة للاقتصاد هي النقل. مش بس كده، أهم عوامل من عوامل النهضة يعني التقدم في الاقتصاد هو النقل. يبقى أهم وسيلة للاقتصاد هو النهضة. النقل هنديله دليل وهنديله تفسير. أول حاجة نديله تفسير. النقل ده نفترض بيكون عندنا المصنع، ومناطق الاستهلاك اللي بنسميها الأسواق. كله يركز معايا. طيب، فهنا المصنع بعيد عن مناطق الاستهلاك اللي هي الأسواق. طيب، فبالتالي احنا عاوزين وسيلة نقل تنقل من المصنع اللي هو الانتاج الى مناطق الاستهلاك. مساء الخير يا عاطف، كنت فين؟ كنت فين؟ كنت باكل. امبارح كنت بجيب لبس. جبت اللبس؟ جبت البوي فريند؟ سونس اللي جابته. ولا جبت الجيرل فريند؟ لا استاذ اوفر سايز اصلا. طب يعني جبت الاوفر ولا سبت السايز هناك عند الراجل؟ لا سبت السايز. طبعا. طيب، يبقى يا اولاد ركز معايا كده. المصنع اللي هو مناطق الانتاج محتاج ينقل الشغل اللي هو صنعه، فعايز ينقله لمناطق الاستهلاك اللي بنسميها الاسواق. فبالتالي مين اللي هيوصل ده؟ العمال في المصنع هتشيل الشغل اللي هم خلصوه ويروحوا يمشوا بيه مشي لحد الاسواق؟ هيبقى مشكله كبيره جدا. لذلك النقل مهم. ليه؟ لانه اول حاجه حلقه
وصل. حركة ايه؟ بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك. مين اللي هيوصل ده لده؟ النقل. مين اللي هيوصل بين المنتاج والاستهلاك؟ يبقى مهم في ايه؟ حلقة وصل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك. يبقى اول حاجة مهمة ليه؟ حلقة وصل بين مناطق الانتاج. الله ينور عليكم. طيب طيب ده مناطق الاستهلاك يعني ممكن تكون في الدول العربية. طب ولو خارج الدول العربية برضه النقل اللي هينقلها اكيد مش بتوع المصنع دول اللي هيركبوا مثلا من الدولة، يعني ياخدوا الحاجات اللي عندهم ويروحوا لدولة تانية ماشي. لازم يكون في وسيلة نقل. يبقى تاني حاجة في الأهمية وهي 2 يساعد على تنقل بين دول الوطن العربي، دي أول حاجة، وباقي دول العالم. يعني سواء بينقل من مصر لليبيا، من ليبيا للسودان، من السودان للمغرب، من المغرب لتونس، من تونس لهنا، ده دول الوطن العربي. فهو اللي بينقل برضه، العمال ما بتنقلش ولا المصنع نفسه هيشيل البضاعة اللي خلصت والشغل اللي خلص يروح يوديه لدول الوطن العربي، أو ينقل لأي دولة تانية بقى في أي مكان في العالم على الخريطة. يبقى مين يعرف يقول الأهمية الاقتصادية للنقل؟ اتفضلي. لأنها حركة الوصل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك ويساعد على انتقال السلع بين الدول العربية ودول العالم. ممتاز، الله ينور عليك يا بنت. حد فهم حاجة؟ حد يركز في حاجة؟ لما يجي يقول بما تفسر الأهمية الاقتصادية للنقل، أو بما تفسر وسيلة النقل لها أهمية اقتصادية. بما تفسر النقل مصدر مهم جدا للاقتصاد. بما تفسر النقل أساس الاقتصاد. كلهم نفس الإجابتين دول. مين تاني يقدر يقولهم غير؟ قول يا رينات. لأنها حركة وصل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك ويساعدنا على التنقل بين دول العالم وباقي دول العالم. بين دول الوطن العربي وباقي دول العالم. الله ينور عليك يا رينات. يلا يا رجاله ركزوا كده معايا عشان الأسئلة اللي جاية تاني. طيب الدليل بقى. الدليل إن النقل ده 3 أنواع. نقل بري، بحري، نهري. استني يا وليه، يستنى. نهري وبحري، نهري وبحري مع بعض، جوي. ده بحري ونهري مع بعض. مائي، اسمه مائي. نقل ايه؟ مائي. بري يعني عربيات بتمشي من هنا لهنا، زي مثلا المعلم محمد اللي قاعد معانا ده اهو، محمد كريم ده اهو، ماشي، عنده حتة أرض وزرعها، أو عنده مصنع وصنع فيه. اسمع بقى حتة حمار واسكت. فعايز ينقل الزرع بتاعه، أو عايز ينقل المنتج اللي صنعه من الأرض بتاعته إلى السوق، صح؟ هو أكيد في المصنع بتاعه في قلب الدولة، فهيمشي في طريق بري، يعني هيركب عربية بحمار، عربية نص نقل، عربية نقل، أي عربية تريلا تشيله، أي حاجة، المهم يعني. فهيمشي في طريق إيه؟ بري. أو ممكن يعمل إيه؟ يعمل خط سكة حديد يمشي في القطر. يبقى يا ولاد النقل البري 1 طرق سريعة. وما بصوش على الطرق اللي في القشيش دي اسمها طرق سريعة، لا. أو خطوط سكك حديدية. سكك إيه؟ ده النقل الإيه؟ البري عن طريق طرق سريعة أو سكك السكك الحديدية يا بننقل فيها ركاب يا بننقل فيها بضاعة. القطر بيعمل فيها يالا يا إما بضاعة. وده النقل إيه؟
بري. نقل ايه؟ بري. طب والطرق السريعه؟ نقل بري، اللي هي بيمشي عليها العربيات بقى. نقل ايه؟ بري. يبقى النقل البري حاجتين، ايه هما؟ طريق سريع طب انا قلت لك قولي. قولي يا ماني. طريق سريع وخطوط سكك حديدية. طيب السكك الحديدية بتنقل ايه؟ بتنقل البضائع والركاب تمام، لمسافات طويلة. طيب كلام سليم، بس السكان هي الركاب الاثنين واحد. تاني حاجة البحري. الايه؟ بحري. طيب خد بالك بقى من البحري ده، لأن البحري ده هو موجود على السواحل فين في الوطن العربي، وهقول لك على الأماكن ونركز معاها. يعني السفن في قلب البحار. السفن فين؟ السفن فين؟ يعني السواحل. تعالوا نشوف. أول حاجة اصبر يالا. عندنا هنا في مصر اسكندرية. عندنا في مصر ايه؟ على البحر المتوسط. الله ينور. طيب عندنا على البحر الأحمر الناحية التانية في السعودية ميناء اسمه ينبع. اسمه ايه؟ عندنا ميناء في المغرب اسمه الرباط اللي هو طنجة. الرباط ده مطار اسمه طنجة. اسمه ايه؟ طنجة. اسمه ايه؟ وعندنا كمان جبل علي. طيب جبل علي ده فين يا اولاد؟ ده موجود في الامارات اللي لسه مضروب من كام يوم. يبقى يا اولاد ركزوا كده في البحري. اهم موانئ بحريه يعني فيها سفن هم 4. 1 اسكندريه في مصر، طنجة المغرب، ينبع السعودية، جبل علي الإمارات. ما خلاص يا ابني انت اهو. طيب يبقى ده النقل الايه؟ البحر. ده النقل الايه؟ الى جانب ان مصر فيها اهم حاجه بقى قناه السويس، اللي هي شريان التجاره العالمي، اللي اي دوله في العالم بتمشي منين؟ من قناه السويس. يبقى الحاجه الاخيره يبقى دي فيها اهم مواني، فيها كمان قناه السويس، شريان التجاره العالميه. التجاره العالميه البحريه. ماشي. مين يقول لي ولا ما حدش هيقول لي دلوقتي؟ لما اخلص النقل كل واحد هيقولهم لي على بعض. قولي انت بتاعت البحر. انا اقول ايه؟ اسكندريه. لا مش كده، مش هتتقال كده. النقل البحري والسفن والفنان اهم ايه بقى؟ قولي يا حبيبي. اهم السواحل. ماشي. اهم السواحل البحر المتوسط. اسكندريه يا حبيبي. اسكندريه في مصر. اسكندريه وطنجة. طنجة فين يا حبيبي؟ ما انت تعرفي لي كل وانا لازم اسالك. طنجة في المغرب وقناة السويس. اقولها عشان ما انساش. قناة السويس وجبل علي فين؟ الامارات ينبع في السعوديه. مين يقولهم بشكل احسن؟ قولي يا ارم. مثل الموانئ المنتشرة على السواحل مثل اسكندرية في مصر وينبع في السعودية وطنجة في المغرب وجبل علي في الإمارات. طيب وقناة السويس أهم شريان للتجارة العالمية بحرية. ماشي. طيب النقل الجوي، ركز عشان حد يقول الثلاثة. حد هيقول الثلاثة. الجوي يعني الطيران اللي بينقل بضايع. عندنا يا ولاد 5 مطارات مهمة في الوطن العربي. 1 أهم المطارات هو القاهرة في مصر. 2
بغداد في العراق. 3 الرباط في المغرب. لا الرباط يا حبيبتي، اما الرياض دي في السعوديه. ابو ظبي في الامارات. 5 هم 5. ابو ظبي الامارات. ابو ظبي في الامارات. يبقى عندنا كم مطار مهمين جدا لنقل البضائع؟ 5. هما ركز كده معايا. القاهرة في مصر. القاهرة فين؟ القاهرة فين؟ بغداد في بغداد في بغداد في الرباط في المغرب. الرباط 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 الرياض 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 ابو ظبي في الامارات. طيب دي كمان وشركات الطيران اللي موجوده في اي دول في العالم وبتربط العالم كله ببعضه. مين يقدر يقول لي اهم؟ ده سهلين يا بنتي، بصوا عليهم بعصر. قول يا منى. عندنا كم نوع من النقل؟ 3. اه اول حاجه اللي هو النقل النقل البري، اللي هو الطريق السريع السكك والسكك الحديديه. حلو. والنقل عندنا نقل اللي هو البحري. النقل البحري ده اللي هو من استنوا يا ولاد. السواحل، من اهم السواحل البحر المتوسط. اول حاجه مثل اسكندريه اسمها اسكندريه وطنجة في المغرب، وينبع في اسمها ايه؟ السعوديه. في السعوديه، وجبل علي في الامارات. طيب وقناه السويس. قناه السويس ماشي. عندنا النقل الثالث اللي هو النقل الجوي، اللي هو مثل هو اهم المطارات، هو 5 مطارات. اول حاجه القاهره في مصر، وثاني حاجه بغداد في العراق. وثالث حاجه اسمها ايه؟ الرباط. الرباط في المغرب. في المغرب، والرياض في السعوديه. ابو ظبي. ابو ظبي في الامارات. طيب خلاص اهميه النقل بقى هنشوف. طيب النقل ده مهم؟ مهم في ايه؟ اهميه النقل. لو ركزتوا كده، 1 يسهل حركه التجاره. تسهيل حركه يبقى اهميه النقل اول حاجه بيسهل حركه تقويه العلاقات. سواء اقتصاديه. يعني ايه اقتصاديه واجتماعيه يا اولاد؟ هقولها لكم دلوقتي. 3 ربط الدول ببعض. ربط الدول. كله يسكت محدش يسبقني. ربط الدول ببعض. 4 دعم السياحة. أنا مش عايزك تحفظهم غير كده. أنا ما قلتش حد يقول أنا لسه أشرحهم. بيسهل حركة التجارة، يعني بدل ما كنا عملية التجارة بتكون صعبة من دولة للتانية، لا ده النقل بيسهلها. يبقى أول حاجة ليه تسهيل حركة التجارة. تاني حاجة ليه تقوية العلاقات سواء اقتصادية أو اجتماعية. يعني إيه يا ابني؟ يعني يخلي لو ممكن حد، بص الاجتماعية إزاي؟ ممكن حد يكون مسافر بوسيلة نقل سواء من السعودية لمصر مثلا، فيتزوج من مصر أو يتزوج من السعودية، فده أو العكس يعني. فدي اسمه تقوية علاقات. تقوية إيه؟ بس علاقات اجتماعية. أما الاقتصادية إن إحنا بنبيع ونشتري مع بعض. أما الاقتصادية إن إحنا بنعمل إيه؟ بنبيع ونشتري مع بعض. مش بس كده، ربط الدول ببعض. خلاص هو كده أصبح إن الدول كلها مرتبطة ببعض، إن هي بتتاجر كلها مع بعض، وكلها مع بعض مقوية مع بعض بشكل كويس. خامس حاجة دعم السياحة، وسواء خارجية أو داخلية، إن وأنت رايح بسفينة تجارية بتعدي على البلد دي تعمل جولة سياحية فيها، صح ولا لأ؟ فبالتالي ده دعم سياحة. مين يقدر يقول لي أهمية النقل ال4؟
حد ما قالش قبل كده؟ قول يا دعاء. تسهيل درجة الحرارة. درجة الحرارة. الثانية تسهيل الحركة وربط الدول ببعض. الثانية أصلا. حد سريع يقول تاني. قول يا ميار. دعم السياحة، تقوية العلاقات بين بعض، تسهيل حركة التجارة، تسهيل العلاقات. دعم السياحة. قول انت يا حنين الثلاثة الأربعة. تسهيل حركة التجارة، وتاني واحدة اسمها ايه؟ دعم الحركة. انا هديك زغزغة. مفيش حد من الرجالة هيقول؟ قول يا طه. قول يا طه. قول يا رؤية. احفظيهم صح يا حنين. تشكيل يعني. تشكيل قلت ايه يا بنتي؟ تسهيل حركة التجارة، تسهيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ربط الدول ببعض، دعم السياحة. دعم السياحة. ماشي. احفظي عدلك زي كده. وانتوا كده انا هضربكم انتوا الثلاثة. الأسئلة جاية عليكم خلاص كده، كله يعتبر هنا اتسأل. لا ما سالتش. مين؟ سما؟ سما ومعانا وفاء شفاف. بتوع مين؟ بتوع انت تشتغلي نفسك. هتقولي ماشي. خلاص عشان نشوف اللي بعد كده. دور التكنولوجيا في النقل والمواصلات. هنشوف مين اللي هيحفظ كويس وخليه يقول برضه، حتى لو هو قال قبل كده، بس يكون محترم ويسكت. دور التكنولوجيا. بصوا يا ولاد، التكنولوجيا بقى ليها عامل مهم في حياتنا. يعني ايه؟ كنا زمان عشان نعمل قطر، كان القطر بيمشي بالكهرباء، بيمشي عفوا بالفحم، فكان بياخد وقت برضه في التنقل، بياخد مسافة كبيرة في النقل. اتفقنا؟ لكن دلوقتي بقى طورناه، خلناه قطر سريع. بعد ما كان يكون يروح المشوار بكذا ساعة، لا هو ممكن نص ساعة يكون وصل المشوار. فدور التكنولوجيا أول حاجة طورت القطارات، تطوير القطارات السريعة. أنا لسه ما كملتش حاجة، مين بيتكلم؟ ها كمان تجهيز، يبقى عملية تطوير، عملية تجهيز. هيجهزوا المطارات بأحدث الأجهزة والتقنية، يحطوا في كل مطار كده حاجة تسهل عملية النقل. أصل المطار ده ندخله سكان كتير جدا، فإحنا عاوزين نسهل عملية النقل دي، فنحط في كل مطار ونجهزه بأحدث الأجهزة والتقنيات. يعني مثلا كنت زمان اللي يمشي في المطار لازم يتفتش الأول، يطلعوا الشنطة بتاعته يفتشوها. دلوقتي الشنطة بتمشي على السير، هو الجهاز اللي شغال التقنية الحديثة بيشوف كل اللي فيها من غير ما تفتحها. ده ممكن يشوفك انت لابس ايه جوه من غير ما فبس ما يعدوش عليها الاشخاص عشان برضو غلط. مش بس بيفتشوهم ذاتي، يعني يوقفوه يفتشوه ذاتي. لكن مثلا الشنط زمان كان عشان ضابط البضائع في المطار يفتش الشنطة عشان عمليات التهريب، كان يفتح الشنطة ويقلب السوسته دي فيها ايه، السوسته دي فيها ايه، بطرمان المشي ده فيه ايه، بطرمان العسل ده فيه ايه، يفضل يقلب حته حته. دلوقتي الاجهزه والتقنيات الحديثه اللي في المطارات يا اولاد بيشوف يكشي يكون حاطط ابره جوه بيلاقيها. هي على التزمير بس. هو يا حبيبتي بيبقى قاعد قدام الجهاز التقنيه الحديثه بتاعته، شايف كل اللي في الشنطه، شايف كل اللي في الشنطه من غير ما ايه ما يفتحها، لان لما بيفتحها دي كانت بتاخد عمليه ايه وقت، لا وقت وبتعطل عمليه الرحلات. فدلوقتي اسمها تجهيز المطارات بتقنيات حديثة. طيب 3،
وهو تطوير الموانئ البحريه. شفت الاربع موانئ اللي احنا قلنا عليهم، ينبع او اسكندريه او طنجه او ام جبل علي، الموانئ دي كانت المينا ده مثلا السفينه تركن فيه، ما بتلاقيش مثلا ايه اكل شرب مرسى كويس للسفينه. فهم بقى لا طوروا، عملوا جهزوها باحدث الامكانيات اللي تكون محتاجها الناس اللي ماشيه في السفن عشان يقدر يواصل رحلته. فدي اسمها تطوير للموانئ البحريه. دي اسمها ايه؟ تطوير الموانئ. الموانئ الايه؟ البحريه. 4 والأخيرة وهي تسهيل عملية التبادل التجاري. طبعا النقل يعتبر لما التقنيات الحديثة سهلت في عملية النقل التجاري. ازاي؟ ان على القمر الصناعي انت دلوقتي ممكن ترسل حاجة بسريعة قوي. يعني ايه؟ لو ليك حد في دولة عربية ايا كان او في اي دولة في العالم وعايز يبعت لك اي حاجة ممكن يبعتها لك في ثانية. اسمها تسهيل عملية النقل او التجارة. تسهيل عملية التجارة. مين يقول لي الأربعة اللي هم دور التكنولوجيا من الولاد عشان ما اضربش؟ شكلكم والله العظيم هتتضربوا. قول يا محمد. القطارات السريعة وتجهيز المطارات الحديثة وتطوير اللي بعده اللي بعده السريعة وتجهيز المطارات. لو مركز معانا كنت عرفت. قول عشان همسكوا انتوا الثلاثه اضربكم. الايه؟ الموانئ البحريه. وتسهيل عمل التجارة. مين البنات اللي ما قالتش؟ يلا يا سما. صح يا بنتي. خلاص اللي جاي لسه الدرس يجري. احنا خلصنا يا بنتي؟ لسه يا حاجة. طيب بصوا يا ولاد، اما التجارة بقى هي عملية التجارة بقى تعريفها. لما يجي يقول لك تعريف التجارة اسمها ايه بقى؟ عملية تبادل السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات. التجارة يا شباب يلا بقى قولوا التعريف ده سهل. الصوت فيه ايه؟ لما انتوا هتتضربوا قول. التجارة هي عملية تبادل السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات. قول. لا ما انا مش هستنى اكتر من كده. اقول الكلمة. استنى قول. اقول الكلمة. قول. التجارة هي عملية السلع تبادل. عندنا يا اولاد نوعين من التجارة، تجارة بينية وتجارة خارجية. تجارة
نية تجارة خارجية. التجارة البينية دي يا ولاد اللي بين الدول وبعض، خصوصا الدول العربية. أما التجارة الخارجية بين الدول العربية ودول العالم. يبقى التجارة البينية هي تجارة بين الدول العربية وبعضها. أما الخارجية هي التجارة بين الدول العربية ودول العالم. مين يقول لي النوعين؟ قول يا منى. استني يا منى، انت لسه قايله 3 مرات يا منى. قول يا زينب سعيد. التجارة البينية تبادل السلع حق يا منى. بين الدول العربية. التجارة الخارجية هي تبادل السلع والخدمات بين الدول العربية ودول العالم الأخرى. الله ينور عليك. طيب هنا التجارة البينية ليها مشكلة محدودة. يعني احنا والدول العربية مع بعض ما بنشاركش ولا بنبيع مع بعض. عارفين ليه؟ لأن في بعض المشكلات. ايه هي؟ هنا بيقول لك ايه؟ التجارة البينية ضعيفة، يعني قليلة. عارف السبب ايه؟ 1 حواجز جمركية. هقول حواجز الجمركية. الحواجز الايه؟ الحواجز الجمركية، الرسوم المرتفعة. ما انا قلت ما حدش يسبقني. تشابه الانتاج. طيب يبقى لما يجي يقول لنا كده بما تفسر التجاره البينيه ضعيفه، لسه هشرحه. بما تفسر التجاره بين الدول وبعضها، يعني بين مصر وليبيا وتونس وبقدونس والجزائر والمغرب، الناس دي ضعيفه ليه؟ التجاره بينهم ضعيفه ليه؟ بسبب ان احنا يا اولاد عاملين حواجز جمركيه. يعني ايه؟ تيجي مثلا واخد عربيه بطاطس وراح تبيعها في ليبيا، يقول لك شخلخ لي يا بلدينا عشان تعدي. افهم يا ابن الرسوم الجمهوريه. في صوت هنا فيقول لك ايه؟ ادفع فلوس. تكون العربيه مثلا ب 10000 جنيه، ياخد من حقها 5000 جنيه. طب انا كده كسبت ايه؟ انا شاري العربيه البطاطس ب10 وانت كمان هتاخد 5، يبقى كده العربيه كلفتني كام؟ 15. ابيعها انا بكام؟ نفترض هناك لقيت الناس مش هتاخد كلها البطاطس والحموله دي، يبقى انا في النهايه انا اللي ايه؟ فبالتالي الناس ما بترضاش تتحرك. دي اسمها رسوم جمركيه ورسوم مرتفعه على السلع. ويروح بقى تدخل ده لسه احنا كده ايه؟ قلنا ان انت شاري العربيه بكام؟ ب10 وخدوا منك في الرسوم الجمركيه كام؟ 5، بقوا كام؟ 15. تيجي هناك وانت في قلب السوق بتبيع، يقولوا لك بس انت بتبيع ايه؟ بطاطس؟ بتبيعها بكام؟ ببيعها ب5. لا، وتحط لنا نسبة كمان عليها. يبقى انت مثلا هيقول لك ايه؟ حط نسبة 3 جنيه توردها للسوق اللي انت بتبيع في اخر اليوم. فهو هياخد منك 3 جنيه، يبقى انت بعتها بكام؟ لا غبية. ب2. يبقى انا كده كسبت؟ لا، ده انا خسرت. عشان كده التجارة البينية دي ضعيفة. الرسوم المرتفعة على السلع. اخر حاجة تشابه الانتاج. ان الواد ده بيصنع بطاطس والبت دي بتصنع بطاطس. طب يا عم انت اصنع بطاطس، هي تعمل بتنجان، هي تعمل محشي، انت تعمل كوسه. يعني نغير ولازم نتشابه. اتفقنا يا اولاد؟ فهنا دي تعتبر اللي مخلي التجاره البينيه دي ضعيفه بين دول الوطن العربي وبعدها. فيها حنين. طب انت هنا في كتاب يما، ما تركزي معانا انا بشرح. بقى بقول لك ايه؟ لما هتبقي تقراي زي كده بقعد ورا، عشان انا بقى بتعب انا من الناس اللي بتتكلم وانا شغال. بفضل عندي الهيسيس كده. مين بيتكلم؟ الهيسيس.
يعني ان انا سامع صوت روح اشربها. انا عارف يا بنتي عماله ما في ميه يا بنت عندنا هنا. طب ما تخلي الابله تديك. لا زينب انجزي يا زينب، انجزي يا زينب والنبي انا عندي حصه تاني. تقوليهم وانا قلت لكم مش هتقولوا بسبب الصوت اللي بيطلع. قلت لكم مش هتقولوا بسبب الصوت. قلت الخمسه دول مش هيجاوبوا. مش تقعدي جنبهم تاني. قولي يا اروى. اقعدي يا منى. والرسوم المرتفعه على السلع وتشابه الانتاج. ماشي يا اروى. على فكره مستر ما قلتش لما اخرج منها. ايوه بس انا قلت لكم مش هجاوبكم بسبب الصوت اللي انا سامعه. قولي يا سامي. انا بقى خلي اللي ورا منكم كلهم اللي يجاوبوا انتوا لا. ما تقعديش جنبهم. بعد ما خلصنا الحصه قولي يا سامي. طيب اسكتوا بقى وانا هخليكم تجاوبوا في اللي جاي، لكن هتفضلوا تتكلموا والله ما هخليكم تجاوبوا تاني. تشابه الانتاج. طيب خلاص هنشوف الوطن العربي بيستورد من دول العالم ايه وبيبيعت لهم ايه. الوطن العربي يا اولاد بيجيب من دول العالم آلات، معدات، سيارات، منتجات طبية. يبقى يستورد ايه؟ الوطن العربي يستورد 4 الواردات، يعني الاستيراد. يستورد 3 الوطن العربي من دول العالم، يعني بياخد منين؟ دول العالم. آلات، سيارات، بياخد ايه؟ آلات وسيارات. معدات، منتجات طبية. آلات سيارات، معدات، منتجات طبية. يبقى بنستورد ايه؟ 4. طيب بنبعت لهم ايه بقى؟ نصدر. التصدير يعني نبعت لهم من الوطن الى العالم. بياخدوا البترول. بياخدوا ايه؟ البترول والغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي. والفوسفات. والفوسفات. الدفنة الثلاث. بياخدوا القطن. وبياخدوا القطن. والخضروات. هات كوسهات. والخضروات. هات كوسهات. والفواكه. والفواكه. يا خالتي فواكه. يعني بنبعت له، بناخد منهم 4 ونبعت لهم 1 2 3 4 5 6. مين يقدر يقولهم لي؟ بنبعت وبناخد. قول يا ولد. البترول. ايوه ده ايه يعني البترول ده؟ انا حد اصنفه في ايه؟ في السيارات. اصنفه بس اصنفه. ايه اسمه؟ قول يا مستر. قلت كم مرة يا رؤية؟ وانتي؟ وانتي؟ انت قلت مرة؟ قولي ندي. يلا يا بنتي. الواردات والصادرات. الواردات الآلات والسيارات والمعدات والمنتجات الطبية. الصادرات البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والقطن والخضروات والفواكه. ماشي ممتاز. انت قلت كم مرة؟ قلت كم مرة يا سام؟ قلت كم مرة يا أرو؟ 2. قولي. قولي. الواردات، الآلات والسيارات والمعدات والمنتجات الطبية والصادرات. الفحم
البترول والغاز الطبيعي والفوسفات الدفنة التلات. كملي. ماشي. قلت كم مرة يا دعاء؟ انت قلت كم مرة يا ميار؟ حنين. واحد. تقى. لا مش شاكك فيه. طب اجهز لي اللي بعده. والله العظيم انا بص بدات افقد اعصابي. طيب بصوا يا اولاد، الدول بقى العربيه حاولت تنشط التجاره البينيه بتاعتها والخارجيه عن طريق حاجتين. التنشيط هيكون يا تحسين جوده المنتجات بتاعتهم يا تنوع الصادرات وتنميتها. يعني ايه؟ بدل ما احنا بنتشابه في الانتاج، لا ننوع في الانتاج، ننوع في الصادرات ونكتر منها، نكتر في التنوع. 2 نحسن الجوده، نبيع منتج كويس، منتج شكله كويس، خامته كويسه. يبقى قامت الدول العربيه بتشجيع وتحسين التجاره البينيه عن طريق 1 تحسين جودة المنتجات، 2 تنوع الصادرات وتنميتها. تحسين جودة المنتجات، تحسين جودة تنوع الصادرات وتنميتها. قول يا تقى. تحسين جودة المنتجات، تنويع الصادرات وتنميتها. مش طيب، اهم الدول اللي عملت كده فعلا يا اولاد مصر والامارات والسعوديه. مصر اهتمت ان هي تزود صادراتها الزراعيه، يعني تبيع المنتجات الزراعيه وتطور قناه السويس. يبقى مصر عملت ايه؟ زودت الزراعه وتطوير قناه. مصر عملت ايه؟ زودت الزراعه، تطوير قناه السويس. مصر عملت ايه؟ عاوزين نحفظ مع بعض عشان حد هيقولهم لي ال3. مش هتقولي يا زينب؟ مش هتقولي؟ ها؟ الامارات عملت ايه بالامارات؟ اصبحت مركز للتجاره او مركز عالميا للتجاره، ومش بس كده، واعاده التصدير، يعني ان هي بتصدر لكل دول العالم. يبقى بقت مركز للتجاره واعاده، بقت مركز للتجاره. اما السعوديه طورت صناعه البتروكيماويات، طورت صناعه انهي؟ لدرجه ان هي اصبحت من اهم المصدرين ليها في العالم. مين يقدر يقول لي ال3؟ نحفظهم مع بعض، نحفظهم. مصر زودت الزراعه، طورت قناه السويس، اصبحت مركز عالمي في التجاره. يبقى مصر عملت 3. طورت الزراعه، تطوير قناة السويس، أصبحت مركز مهم في التجارة. الإمارات أصبحت مركز عالمي للتجارة والتصدير. للتجارة. أما السعودية صناعة بتروكيميائية. أما السعودية صناعة بتروكيميائية، وأصبحت أكبر المصدرين في العالم. مين يعرف يقولهم؟ نبدأ بقى من الناس اللي قالت إيه؟ قولي. اهتمت بزيادة الزراعة يمين. مصر. وتطوير قناة السويس. وأصبحت مركز عالمي للتجارة. الإمارات أصبحت مركز عالمي للتجارة والصادرات. ماشي. السعودية طورت البتروكيماوية. واصبحت اكبر المصدرين في العالم. ماشي. التجاره يا اولاد والتسوق الالكتروني ايه هما؟ ان احنا نبيع ونشتري عن طريق الانترنت. الانترنت. في عندنا تجاره تقليديه، لا بتروح تبيع في السوق بتاعنا ده، لو
او في اي مركز تجاري او اي مول تجاري، دي اسمها تجاره تقليديه. اما عندنا بقى التجاره الحديثه الالكترونيه هي البيع والشراء عبر الانترنت والمنصات الالكترونيه. طيب بصوا يا اولاد، ركزوا بقى معايا في المعلومتين دول عشان حد هيقول لي السؤال، بس نركز مع بعض عشان خاطر هقول لكم حاجه في الدرس وبره الدرس. هو التسويق والبيع والشراء عبر الانترنت مهم، وبيوفر الوقت وبيوفر الجهد وبيربط المنتج بالمستهلك على طول، كانك قريب من المكان اللي بيتبعت لك فيه الحاجه. كمان بيقلل الازدحام وبيقلل التلوث، وبيبقى فيها عمليه مرونه في الدفع، بتدفع من اي مكان عادي. يعني ليه 4 مميزات، اللي هو توفير وقت وجهد، يربط المنتج بالمستهلك، مش بس كده يقلل الازدحام والتلوث، كمان بيعمل مرونه في عمليه الدفع. دي بصراحه اهميه التسوق الالكتروني عبر الانترنت. المشكله بقى ان انت بتتعرض لعمليه نصب. ممكن تروح تبعت لواحد الفلوس وما بعتلكش المنتج، دي بيبقى عمليه نصب، وحصلت كتير جدا جدا جدا، وناس مش خسروا بالجنيه ولا ال100، ناس خسروا بالالافات والملايين في التجاره الالكترونيه. فهي بتتعرض لعمليه نصب واحتيال من اي مكان طالما انت مش واثق في المكان ده. اتفقنا؟ فخدوا بالكم منها كويس. مش اي ضغطة زرار على الانترنت يا ابني تبقى سليمة، ومش اي بيع وشراء على الانترنت يبقى سليم. فخدوا بالكم لان ده بيتعرض لعملية نصب. فلان هي اصلا عموما التجارة هي اهم الانشطة الاقتصادية اللي اتكلمنا عنها النهاردة، اللي بتوفر فرص عمل وبتلبي احتياجات السكان وبتزود الدخل القومي وتوفر العملات الأجنبية. وكده يكون خلص درس التجارة والنقل والمواصلات في الوطن العربي.